مسلسل براءة اختار يحكي على مواضيع حساسة مهمة في المجتمع التونسي، وهنا بالضبط تبدأ المشكلة. خاطر المسلسل طرح برشا أفكار قوية، أما مش ديما عالجها بالطريقة اللي كان لازم يعالجها بها. أول حاجة المسلسل ركز بس على العلاقات والزواج والسلطة داخل العيلة، وخاصة ورا قديش برشا علاقات نجم تولي فيها سيطرة وضغط ومشاكل. وزيد طرح موضوع استغلال المرأة والضغط الاجتماعي عليه، وكيفاش المجتمع ساعات يحكم على الشخص قبل ما يعرف الحقيقة الكاملة. أما الإشكال أنه بعض الأفكار تحسها مقدمة بطريقة مباشرة ومبالغ فيها، وكأنه المسلسل يحب يفرض رأيه عليك أنت كمشاهد. وهذا أمر غلط بالطبيعة، خاطر المشاهد هو اللي لازم يختار شنو الرأي الصحيح وشنو الرأي الغلط. وتزيد فما أفكار تتعاود برشا مرات حتى تولي الحكاية تحسها تدور في نفس البلاصة. وأكبر انتقاد بالنسبة لي هو أنه المسلسل عنده مواضيع تنجم تعمل نقاش كبير في المجتمع التونسي، أما كان ينجم يدخل أعمق في أسباب المشاكل ونتائجها، وضع على التركيز على بعض الصدمة والدراما. يعني باختصار براءة عنده أفكار جريئة ومهمة، أما المشكلة مش في الأفكار، المشكلة في طريقة طرحها على المجتمع. خاطر المجتمع التونسي مجتمع على بالي يكون مجتمع داخل في حيط، أما المجتمع ماهوش خايب للدرجة. مجتمع مازال منه برشا شادين في دينه، شادين في قيمهم، شادين في عاداتهم. انك تجي وتمثل لنا برشا مشاهد قذرة، برشا مشاهد ما تتعديش في حتى تلفزة عربية، تجي انت تعديها كأنها حاجة نورمال على الآخر. هذا حاجة غلطة بيان سور. باش نخرج من إطاره باش نحكي على فضايح مسلسل حرفيا للدعارة للقذارة لأي حاجة خامش. مسلسل حرفيا يروج لأي حاجة خامش، العلاقات الخارج إطار الزواج، المعاشرة، أي حاجة زانية وقذرة في المجتمعات يحبوا يروجوها لنا في المسلسل هذا. مانيش فاهم كيفاش مسلسل كيما هكا يتعدى في رمضان والتوانسة يتفرجوا عليه ويحبوا قناة الحوار التونسي. انت كأخي كمسلم انسان تقي تحب ربك في رمضان تصلي تحب تتوب، تجيبوا لك العاهرات تتفرج عليهم. بالطبيعة مانيش نحكي على برشا ممثلات، مين نحكي على فضايح وقذرات في المسلسل. ريا مشاهد ما تعديش. انا راني رجعت تفرجت عليه المسلسل كم مانيش حاب حتى نعدي حتى لقطة من الفضايح اللي فيه، حتى لقطة بسيطة ما تستاهلش. وسامحوني وهذا الفيديو وان شاء الله نتقابل في الفيديو.